من اجتي صاحتها الأميمة، قالت ليش خليتيه يغمرك ويبوسك وما ادري شنو، وانتم يعني مو كفو. ومعلن انه انت كابل. انت سمعت؟ يعني عود بعدهم تعارف وبوس. يعني ها بعد يعني شنو، بعد ما يتزوجك يعني معناته، يعني بعد ما يسوي علاقه وياك، ما يقول انت احنا هذا بعلاقه بعد، يعني هو البوس والحضن جاي بعدين من يقول انا بعلاقه، خلينا نبقى. ابقى سنجل وابقى اللي ردته صار بعد، صح؟ وابقى سنجل اقل ما ابقى وياه ما اشوف لي وحده لو. يعني كانت تعرف شنو، كانت دائما تنتقد وجدان، تقول لها انت هذا تتذكر من وجدان قالت زكيه من قعدت هنا يا ام علي منظرها طلع مو حلو وما ادري شنو قدام المشاهدين. قالت انا قلت له عود ان منظرك ما حلو قدام المشاهدين والناس اللي يشوفوك قاعده هنا. بس هي ايش قالت لها؟ قالت لها لا، انت صورتك ابشع من عندها، ابشع من عندها لان انت كنتي هذا مع علي وكله بوس وحضن، مع علي بوس وحضن. زين هو انت من هنا تقولي لا عيب وعيب وما يصير ودي حركات هذه رخيصه. قالتها بهاللفظ، قالت حركات رخيصه البوس والحضن. واحنا بمجتمعنا هذا يعني مجتمعنا قالت وعائلتنا ما اعرف شلون، قالت هذا عيب ما اعرف شلون هيك قالت. زين شو انت هسه بعدك لا ارتبطتي، لا صار حبيبك لا زوجك، بسرعه شفتي ها بسرعه وقدام الكاميرا. هسه قدام الكاميرا هسه سوى خفائن، يعني الا قدام الكاميرا قدام الناس يلا شوف. انا عجيب شنو هاي. ولا وتحاسب وجدان على البوس. يعني هسه يعني حلال عليك حرام عليها. بس هي بس وجدان هي هم قالت، قالت البوس والحضن يعني شيء اساسي، يعني احاسيس تقوي العلاقه تقوي الحب. ايه صح. يعني كلامها جود. بس الجود اوكي بس مو برنامج شو. شفت ايش قالت؟ قالت اني من كانت تحكي ويا ادم قالت اني شبعانه حنان وحضن وما ادري شنو من اهلي. من اهلي. ايه ايه يعني عادي انا انطيكم حب وحنان وهذا. بس اني اريد ابقى وياك لان اني اريد، لان مو انا اريد هذا الشيء. اي يعني بما معناه راح ابقى وياك بس على مود ابقى بالبرنامج على مود لا اطلع. عافيه. هذا معناه. يعني حبيبي ادم لا يروح بالك من بعيد. يخلص البرنامج وتدق لي وتدز لي رسائل. اي انا بعد امسح رقمي. عافيه تمسح رقمي. مبينه هي قالت انا اللي اريد، انا حباك. انت ايش حابه؟ بس مو معناته انه اني محتاجه حضن وبوس وهذا، لا. لا اني عندي حضن وبوس وهذا صدق كذب.